السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معايا بعض بإذن الله بطاطس، صينية بطاطس وفراخ وشوية رز كده وشوية سلطة، حاجة بسيطة كده. بس دي حلة يا بنات فاضية. التركية دي جميلة جدا لعلمكم في سلق الفراخ، تحفة جدا. حاطة فيها حبة، هي معلقة سمنة بس صغيرة عشان ما تبقاش يعني دهن كتير كده وسمونة كتير في الشوربة. ومعنا طبعا البطاطس مقشراها ومقطعه زي ما انتم شايفين كده حلقات، وحطها في ميه. وهنا البصل والقوطه برضو لسه ما قطعتهمش بس غسلاهم. وهنا الفراخ، اللهم صل على النبي، ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. بس التركات يا بنات هتعجبكم جدا. دي الفراخ البلدي اللي جبناها من سوق الجمعه من امبابه زي ما وريتها لكم قبل كده. ما شاء الله شايفين، اللهم بارك اللهم صل على النبي. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ طبعا منضفاها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على النبي. بس كده انا حاطه السمنه سخنت كده على النار. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا الفراخ يا بنات مش قادره اقول لكم لازم تنضفوها كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان زي ما انتم عارفين الفراخ طبعا من زي السمك ودي الحاجات لازم تتغسل كويس جدا عشان الزفاره اللي فيها. واهم حاجه يا بنات المكان اللي هو بيبقى عند الرقبه، انا بشيل الجلد خالص اللي عند الرقبه، ما بحبهوش. زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفراخ بنحط لها كل حاجه معاها، الملح والفلفل وكل حاجه مش زي اللحمه. التركات دي يا بنات بتخلي الشوربه طعمها تحفه جدا، تخلي الفراخ كمان جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. نفس الطريقه دي. بس طبعا كده دول قوانص معانا، بس هنحطهم شويه كده بس اما نحمر نشوح بس الفراخ معانا شويه كده. دول قوانص اهي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين. نرش مع بعض برده الملح والفلفل زي ما قلت لكم. كمان الصوص تحفه، الملح برده مع بعض. اللهم بارك زي ما انتم شايفين. الشتا يا بنات بيأكل في كل اوقاته وكل حاجه حلوه سبحان الله. هو الشتا كمان الصوص، انا بحب الصوص ده جدا. زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك يا بنات. التسويحه دي التركيه دي بتخلي يعني الفراخ تحفه جدا، بيبقى طعم الصراحه وريحه ما فيش بعد كده. بنحط زي ما انتم شايفين كده نحط ثوم، ميه، البصليه بتاعتنا، اللهم بارك. طبعا الاوانس احنا لسه ما حطيناش الكبده. حاجه كده يا بنات من الاخر زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشوربه بقى مش قادره اقول لكم، جربوا التركيه دي يا بنات جميله جدا، هتعتمدوها بامر الله. كده بسم الله. كمان الصوص احلى حاجه، اللهم بارك. شايفين يا بنات، شايفين الشوربه عامله ازاي والفراخ. بصوا مش قادره اقول لكم، من قبل ما تستوي الفراخ بتبقى سبحان الله بتبقى جميله جدا زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. بس كده هسيبها على النار طبعا تغلي مع بعضها كده. وهقطع بقى الطماطم والبصل. طبعا انا مقطعه البطاطس ونشتغل بقى في صينيه البطاطس. هغطي طبعا الحله، اللهم بارك كده زي ما انتم شايفين، اللهم صل على النبي ما شاء الله. هسيبها كده تغلي وبامر الله هتعمل شويه شوربه هتشوفوها بامر الله معاكم باذن الله. هنا يا بنات بنعمل الرز بالشعريه، انا بحب الشعريه كده كتير زي ما انتم شايفين كده، بيبقى الرز تحفه. الرز الصح لما تكون الشعريه كتيره، يبقى بيديلها الشعريه كتيره بتديله طعم تحفه جدا زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك.
طبعا هنا انا حطيت حبه زيت وحطيت معلقه سمنه بلدي. طبعا الرز مفيهوش افتكاسه. اوريكم بقى بسم الله ما شاء الله. شايفين الشوربه يا بنات؟ اللهم بارك. تتكلم عن نفسها. تحفه 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 روعه ما شاء الله. اللهم بارك. مش احلى بنات من الفراخ البلدي بصراحه. انتوا شايفين يا بنات الرز اهو. لازم يتحور كويس جدا يسخن الرز مع الشعريه. نحط الملح بقى بتاعنا. هي معلقه حلوه على المعيار ده. طبعا انا سخنته جدا زي ما انتم شايفين. الرزايه ما شاء الله كلها اتغلفت. هنحط الميه بسم الله. زي ما انتم شايفين كده الرز بتاعنا ده يا بنات بيشرب ميه. فانا بحط المعيار الصح ما تقلقوش يعني من الميه دي. طبعا انا جايبه بالشكاره فعارفه ايه الرز بتاعي بياخد ميه قد ايه. زي ما انتم شايفين كده هغطي الحله. هنعمل بقى صينيه البطاطس يا بنات. البصل قطعناه حلقات زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. وهنا ده كده توم مقطعه برده طرنشات شرايح شرايح كده صغيره. اللهم صل على النبي اللهم بارك. هنا بقى نحط السمنه. بصوا يا بنات انا عايزه بس اوريكم السمنه اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. دي اللي هي والسمنه البلدي مع بعض. ده اللي بنعمل بيه الاكل غير الرز. طبعا الرز انا قلت لكم ان احنا بنحط له سمنه صافيه. بصوا اللهم بارك ما شاء الله. بصوا عملت لي قد ايه. ده لعلمكم كبير جدا زي ما انتم شايفين كده اهو ما شاء الله. زي ما انتم شايفين اللهم بارك. بعمل منه الاكل تحفه جدا. نرجع تاني للبطاطس. دي طبعا هنشوحهم مع بعض كويس قوي. الطريقه دي جميله جدا يا بنات وناجحه. بتفرق معاكم في صينيه البطاطس جدا على فكره. يعني شايفين اللهم بارك. طريقه حلوه جدا. نشوح البطاطس اسفه البصل طرنشات البصل مع الثوم. زي ما شايفين كده يا بنات ملح وفلفل وشويه شطه. هم دول بس اللي انا حطيتهم. مش حاطه توابل ولا اي حاجه. ما شاء الله اللهم بارك. الطريقه دي يا بنات ناجحه جدا. اعتمدوها في صينيه البطاطس. جميله 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 روعه تحفه زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. نحط البطاطس. هنشوحها برده بنفس الطريقه. ما شاء الله الريحه والله يا بنات تحفه. بنغلف كده كل البطاطس مع السمنه مع الملح مع الفلفل مع الشطه مع البصل مع الثوم. اللهم بارك. طريقه بطاطس 100 100 زي ما بيقولوا يعني بجد. انا عيالي مدمنين الصينيه دي بصراحه عشان كده دايما بعملها. انا قلت لهم النهارده اعمل لكم التولي ولا اعمل لكم البطاطس دي. قالوا لي لا عايزين بطاطس. انتي ده طلبها. زي ما انتم شايفين كده بنغلف البطاطس كلها من كل المكونات. نبص على الرز ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا بنات ما شاء الله. اللهم بارك. رز يعني ناجح 100%. الحمد لله. صلوا على النبي يا بنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
وعلى صحبي اجمعين ان شاء الله. الاكل يا بنات ما بياخدش وقت خالص زي ما انتم شايفين. عايزه اوريكم بس الفراخ بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. شايفين يا بنات؟ شايفين الدسم والسمنه كده اللي عليها كده. فراخ البلدي تحفه 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 زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. والله يا بنت اقسم بالله الريحه حكايه. يا رب اكون ظابطه التصوير المره دي. انا والله ماسكه التليفون بايدي، بشتغل بايد وماسكه التليفون بايد، عشان التصوير كل مره بصراحه ما بيطلعش ظابط نفسه خالص. ان شاء الله بنغلف زي ما قلت لكم البطاطس كلها. التركية دي مهمه جدا يا بنات. صينيه بطاطس ناجحه بامر الله وباذن الله. صلوا على النبي يا بنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البصل الاحمر ده يا بنات بيكرمل، بيبقى تحفه جدا. شايفين عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك. يعني بجد بجد تحفه عن قرب. شايفين طبعا ما بقطعوش رفيع، بقطعه كده حلقات بس ماسكه نفسها شويه، بحيث انها ما تتلفش في صينيه البطاطس، تبقى كل حاجه باينه. عايزه بقى تضيفي فلفل الوان ضيفي، عايزه تضيفي فلفل رومي اخضر ضيفي برده براحتك. انا بضيف بصراحه فلفل حراق بس ما عنديش النهارده، لسه ما نزلتش السوق وما جبتش خضار، فحطيت مكانه شطه، عشان الاكل لازم يكون مشطشط شويه بيبقى حلو. اللي ملوش طعم ده بصراحه ما بقاش حلو. غلفي كل البطاطس كده اللهم بارك زي ما شايفين. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا بنات. والله العظيم بجد بجد فعلا لما تصلي على النبي كتير وتذكري ربنا كتير الاكل بيطلع حكايه. والله يا رب ما فيش مره عملت معاكم الاكل وذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت ربنا كتير الا والاكل طلع حكايه. حياه ربنا بجد فعلا. اللهم صل على النبي. اللهم بارك. بصوا يا بنات المنظر بيتكلم عن نفسه كده. بقى نحط الطماطم انا مقطعاها. انا ما بحطش طماطم كتير، عيالي مش بيحبوها، بيحبوها كده. يا بنات بيتكلم عن نفسه فعلا. طبعا الفراخ الحمد لله استوت معانا، الرز خلاص بيتشرب، صينيه البطاطس خلاص. الاكل ما خدش اقل من نص ساعه، ما خدش حاجه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله يا بنات. سامعين الصوت ده تحفه جدا ما شاء الله. زي ما شايفين كده البطاطس كلها اتغلفت اللهم بارك، مع البصل مع الطماطم مع كله. طبعا هنحط بقى من الشوربه الجميله بتاعتنا. الشوربه تحفه زي ما انتم شايفين يا بنات، تحفه جدا. هنحط منها بسم الله بسم الله. احلى صينيه بطاطس تستاهل بقكم. ان شاء الله. شايفين يا بنات؟ شايفين البطاطس عامل ازاي من قبل حتى لسه ما تستوي؟ ما شاء الله اللهم بارك. بتاخد غلوه يا بنات، بس بغطيها بصينيه او بغطي حله
وبعد كده بعد ما تخش في السوا بقوم منزلاها في الفرن بتاع البوتاجاز هي والفراخ مع بعض. مش هكتر الشوربه قوي عشان مش بحبها منزنزه كده. بصوا اللهم بارك، منظر بجد ما شاء الله. بتتكلم عن نفسها من قبل ما تستوي زيها زي الفراخ. بصوا ما شاء الله، بصوا يعني الشوربه بجد، شايفين يا بنات الشوربه تحفه تحفه تحفه. طبعا انا سايبه الفراخ في الشوربه شويه، التركات دي جميله قوي. بنزلها يا دوبك بتبقى مش نيه، يعني بتحطي الشوكه بتغرز معاكي ايه كده، بتطلع كده فقاقيع كده ميه، بتعرفي ان الفراخ ايه داخله في السوا بس لسه ما استوتش. التركات دي جميله جدا، بتقعديها في الشوربه شويه بتخلي الشوربه تحفه، وبتخلي الفراخ طعمها مسكر جدا. مع طبعا بتبقى شاربه من القوطه من الطماطم ومن كنت حاطه اللهم صل على النبي بصلايه والكام فص توم. الفراخ بتشرب من الحاجات دي كلها، والشوربه برده بتبقى حلوه. فطعم الفراخ لما بتسيبها كده شويه التركايه دي تحفه جدا. يعني ما تنشليش الفراخ على طول تشيليها من الشوربه على طول، لا. واللحمه كذلك الامر يا بنات، بس طبعا ما استوهاش في الاخر وتسيبيها، لو سبتيها تتفسخ معاكي. لما انتوا شايفين ما شاء الله زي ما هي يا دوبك كده قبل تركايه السوا ب5 دقايق بتقومي طافيه عليها وبتسيبيها في الشوربه كده لحد ما تيجي تحمري كده. بامر الله انا هاخدها احطها في صينيه باذن الله واحمرها. وبرده بعد ما اوريكم بقى بعد ما احمرها هوريها لكم بامر الله. وهنا صينيه البطاطس معانا، اللهم صل على النبي اللهم بارك ما شاء الله. هغطيها وارجع لكم تاني. الرز بقى يا بنات معانا، اللهم بارك اللهم بارك. زي ما انتم شايفين قلت لكم الرز ما شاء الله، ما تخافوش من الميه اللي انا بحطها. بس اللهم صل على النبي، بيتكلم عن نفسه. بصوا اللهم بارك، شايفين المنظر؟ رز ناجح 100%، ولا معجن ما شاء الله، مظبوط. ريحته طبعا ما شاء الله مش قادره اقول لكم، اللهم بارك. شايفين يا بنات ذكر الله بيخلي الاكل جميل ازاي، والصلاه على رسولنا عليه افضل الصلاه والسلام. فعلا والله العظيم جربوا المعلومه دي يا بنات، جربوها. صلوا على النبي طول ما انتوا بتعملوا الاكل واذكروا ربنا، الاكل بامر الله بيطلع حكايه زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، بيتكلم عن نفسه ما شاء الله. حطيه هو كده خلاص استوى. نبص بقى هنا حبيبتنا البطاطس الجميله، اللهم بارك. شايفين يا بنات؟ اللهم صل على النبي ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما شاء الله. مش محتاجه كلام، واقسم بالله مش محتاجه كلام. طبعا انتوا شايفين المنظر يعني. لايكات كتير 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 عشان بجد فعلا بتعب في التصوير، عشان بمسك التليفون بايد وبصور وبعمل الاكل بالايد التانية زي ما انتم شايفين. في اخت عزيزه عليا نبهتني قالت لي التصوير مش كويس، بجد بشكرها جدا جدا جدا. حبيبتي حبيبتي في الله بجد والله العظيم، بجد مش قادره اقول يعني اوصف لها تقديري ليها قد ايه. بجد انسانه محترمه وكويسه جدا جدا جدا. هي طبعا هتسمع الكلام ده بامر الله، لو هي بتشوف طبعا متابعاني على طول على فكره، متابعاني دايما، فهي هتشوف بامر الله ان انا بجد بشكرها بشكرها بشكرها. متابعاني وبعدين بتحبيني في الله، ولو لقيت اي غلطه بتقولي عليها. بجد فعلا دي ناس كويسه فعلا. ربنا يبارك لها يا رب في عمرها وفي اولادها بامر الله. شايفين يا بنات؟ اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله، اللهم بارك. بس يا بنات ما شاء الله منظر البطاطس تحفه زي ما انتم شايفين كده. بصوا البطاطس اللهم بارك عامله ازاي، بجد بجد تتكلم عن نفسها زي ما انتم شايفين. كرمله بصوا البطاطس مستويه وماسكه نفسها في نفس الوقت. عايزه اوريكم بس كده ما شاء الله. شايفين المنظر؟ بصوا البطاطس عامله ازاي، ده يبقى دوب زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. انه بقى ادوق، انا لازم ادوق ما شاء الله. بجد مش قادره اقول لكم والله العظيم، الطعم خرافه. اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي يا بنات الكبد والقوانص اهي، حطيتها حمرتها. دي ما شاء الله الفراخ، اللهم صل على النبي اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده بتتكلم عن نفسها ما شاء الله. ودي الشوربه الباقيه، بصوا ما شاء الله كميه الدسم والطراوه والحلاوه اللي فيها. طبعا هصفيها
يا رب من المكونات بتاعتها اللي هي جوه اهي، زي ما انتم شايفين كده. الحاجات دي كلها صفيها منها الطماطم والبصل والثوم. دي هشيلها في الفريزر بامر الله، اعمل عليها باميه او ملوخيه تحفه جدا، لسان عصفور تحفه. ايه يا رب تاني، ملوخيه، مكرونه محمره بتبقى حكايه جدا زي ما انتم شايفين كده المنظر. اللهم صل على النبي. والفراخ حمرتها في الفرن، بتتكلم عن نفسها برضو، مش محتاجه اي كلام. ما شاء الله عليها زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. شويه الرز بقى اللي يستاهلوا بقكم فعلا. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. بس يا رب الفيديو المره دي يكون عجبكم، التصوير يكون واضح. انا والله ماسكه التليفون زي ما قلت لكم برضو بايدي، ايد بصور بيها وايد بعمل بيها الاكل. يا رب التصوير يكون واضح. مليون مره بقول الكلمه دي عشان بجد اسفه لكم، اسفه جدا 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 على التصوير اللي قبل كده ما كانش واضح. ما شاء الله الاكل اللهم بارك. يعني بجد تحفه. بوجودكم معايا دايما بيبقى حلو. اللهم بارك يا بنات، يا ريت يا ريت يا ريت تعملوا لايكات كتير، وفعلوا القناه وفعلوا الجرس عشان كده تدوسوا على كلمه الكل عشان يوصلكوا كل جديد بامر الله، وعشان القناه تتفاعل معانا. ما يبقاش تعب، ما تزعلوش مني كده ايه على الفاضي، لازم يبقى فيه ايه يعني تجاوب برضو من هنا ومن هنا. بس كده يا بنات، الفيديو يا رب يكون خفيف عليكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما انتم شايفين المنظر بيتكلم عن نفسه كده. بس كده خلاص. فيديو جديد بأمر الله. مع السلامة، بتوحشوني والله العظيم جدا 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 جدا. مع ألف سلامة. السلام عليكم يا بنات.